بصراحة أنا هعمل الفيديو ده عشان أنا تعبت من الطبلية. كل يوم والتاني جاي لي طبلية من ناس جيراننا وناس حبايبنا. الطبلية مكسورة، عم باسم صلح لنا الطبلية. بص يا حضرات، الطبلية اللي معايا دي تمام، عاملها واحد نجار. بصراحة يعني النجار ليه؟ وعامل حاجة غريبة شوية. احنا على طول بنعمل الرجول 7 في 7 وبنعمل نجر ولسان، وبيبقى الأربع رجول متصلين ببعض. هو علشان يوفر تمام عمل الرجول 5 في 5 تمام. وخد سداس من الرجل دي للرجل دي، وخد سداس من الرجل دي للرجل دي، وبعدين بقينا بيت الخشبة نص على نص. والطبلية تمام، يعني الطبلية أنا بالنسبة لي 10/10. لكن فيها نقطة ضعف، نقطة الضعف دي برضه اللي فيها في الطبليه اللي بنعملها نجر ولسان. يعني نقطه الضعف دي مشتركه ما بين الاثنين. اللي عايز اقوله ان الطبليه دي اللي عاملها واحد نجار مش بعين تصنعه تمام. لكن في نقطه ضعف موجوده في الطبليه. نقطه الضعف اللي موجوده ان الخشبات دي شايفين الخشب ماشي كده ماشي كده ماشي كده ماشي كده. فلما بنيجي نرسم الدوران بتظهر معانا الخشبه دي مش بالطول السداس ده والسداس ده، تصبح الخشبه دي متعلقه على الغرق. هو النجار اللي عاملها خد خشبايه بالطول بحيث ان يتلقى الخشبه دي ويتلقى الخشبه دي. الخشبايه بالطول، الطبليه بتبقى مكسوره من الطرف، هي الخشبايه اللي مش ممسوكه. هنا انا غريتها وربطتها وسمرتها تاني. النقطه دي مهمه جدا جدا لست البيت واصحاب البيوت. ما تيجي تربطين مكانة الطعميه ما تربطهاش من هنا، لان دي نقطه الضعف بتاعت الطبليه. فالطبليه بتتكسر من هنا بسبب ربط مكانه الطعميه او مكانه الرشده اللي هي مكانه المسلوقه اللي عندنا في الصعيد. سواء الطبليه معموله بالشكل ده او معموله نجر بلسان زي ما عاملين في القناه، نربط مكانه الطعميه او مكانه الرشده في النقطه السليمه، ما نربطش في نقطه الضعف بتاعت الطبليه. لو عايزين تتابعوني اشتركوا معايا في القناه. عجبكم الفيديو شيروه على وسائل التواصل الاجتماعي. اتمنى لكم مشاهده ممتعه ويوم سعيد. سلام عليكم، سلام للجميع.